واخيرا عودة الماما افريكا، عودة الافارقة والماتشات اللي بتجيب لنا شلل والماتشات اللي بتشلنا. منتخب مصر اللي هيجي ينورنا ويولع علينا الدنيا. طبعا بطولة افريقيا دي مفضلة عند ناس كتير قوي 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 قوي، وناس كتير بتحب قوي البطولة دي وشايفاها ان احنا جامدين فيها دايما. بس بالنسبة للجيل اللي زينا، الناس اللي في 2017 فيما بعد، ما بيحبوش البطولة دي، ما بيحبوهاش بكل حاجة بتحصل بيها. خسرنا نهائي 2017 على ارضنا، في 2019 طلعنا على 2022 خسرنا النهائي، 2024 دي انتن بطولة لعبناها وطلعنا ب3 بونت وحاجة زي الزفت. فيعني ربنا يستر، احنا ما بنحبهاش بصراحة، بس يعني حرق التوقعات من الماما افريقيا يا صاحبي. وهسرب لكم الكسبان بقى، خدها مني وهتعرف الكسبان في الحلقة دي. قبل اي حاجة بس قول لي رايك في الاوتفيت قبل ما نفطر. رايك؟ رايح امتحان يا حبيب اخوك وكده، فدعواتك دعواتك عشان انا مفيش انا رايح بس بالاوتفيت. قول لي ايه رايك؟ إيه رايك؟ وفي بنطلون برضه وماشي كده وحركات يعني. قول لي رايك، قول لي رايك مبدئيا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده بالصلاة على النبي. قبل أي حاجة نبدأ بمنتخب مصر طبعا. منتخب منتخب يا باشا، وهسرب لك إيه الكسبان. منتخب مصر الحقيقة يعني خلينا ناخدنا كده قبل البطولة ما نروح. منتخب مصر قدام الفرق الأفريقية بيعرف يلعب. حسام حسن قدام الفرق الأفارقة وكده اللي هي مش مستوى كورتها عالي قوي، بيعرف يلعب ويعرف ياخد ال3 نقط بتاعته كويس أوي بصراحة. وده شفناه في ماتش نيجيريا امبارح. نزلنا قدام نيجيريا، هما بيلعبوا بالدكه واحنا بنلعب بالدكه. الراجل عرف يجاري الماتش ويلعب. اي نعم انت مش بتلعب باحسن كوره ولا عندك احسن شخصيه ولا اي حاجه، بس انت بتعرف تكسب. عرفت تكسب، عرفت تجاري. اي نعم الملعب كان زفت وكحل، ما فيهوش ملعب، ما فيش جمهور، والارض زباله والنجيله زباله، وكاتبلكوا 100 مليون معاك وما فيهمش حد خالص اصلا من 100 مليون. طب كنت قول لي، طيب قول لي وانا اجيب شله اصحابي 10 15 واحد من اصحابي وضوح يا عم، نعمل اي منظر وخلاص بدل الشكل اللي احنا كنا فيه ده. بس الحقيقه منتخب مصر، مش عارف، المصريين كلهم كده من هنا كده تحس ان هنعمل حاجه البطوله دي. ليه؟ ما تعرفش. اولا العين مش عليك، انت مش مرشح. تاني حاجه، انت تحس اللي هو ايه، في ناس كتير بتشكك فيك. حسام حسن ما بيدعمش اللعيبه، عندها حاجات كتير عايزه تثبتها. محمد صلاح عايز اللي عنده يثبته، مصطفى محمد عايز يثبت، مرموش عايز يثبت، لعيبه كتير في المنتخب عايزه تثبت حاجات، وعايز تثبت ان هم لا، اللي بيحصل معانا ده غلط. واولهم اكيد طبعا محمد صلاح باللي بيحصل معاه في ليفربول. فمحمد صلاح جاي مريح ومغلول، زيه زي عمر مرموش جاي مريح ومغلول. ف الواحد حاسس ان هتحصل حاجه. ايه هي؟ محدش عارف. بس يا نطلع من دور المجموعات يا ناخد البطوله. ما تعرفش، تحس ان في حاجه كده بين البنين. بس انت قدام نيجيريا لعبت حلو، عرفت تكسب، عرفت تاخد. ودي الحاجه الوحيده اللي انا ايه يعني، هي دي الحاجه الوحيده اللي انا واثق فيها فيهم، ان هم يعرفوا يكسبوا لك قدام الفرق الافريقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. فانت عندك في المجموعه عندك زامبيا، عندك جنوب افريقيا، عندك انجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. انت هتكسب انجولا وزامبيا، وانت هتبدا بزامبيا. انت لو ما كسبتهمش بجد تبقى مصيبه، وانت لازم تكسبهم كده كده يعني. الاثنين مالطا اصلا ولا حاجه، فانت لازم تكسبهم. ده مبدئيا. قدام بقى جنوب افريقيا، انت هتتعادل يا تكسب برضه. جنوب افريقيا مش الفريق البابا يعني، جنوب افريقيا مش الفريق البابا. انت ايش تقدر تكسب يا معلم وتعدي، وهنقدر نعمل حاجات كتير. فانا اتوقع ان مصر يطلع اول مجموعه ب7 نقط. مش عايزين ال9 نقط، خليها 7 نقط او 5 نقط. مش لدرجه 5 نقط بيبقوا وحشين برضه. 7 نقط. بطولة 2021 ولا 22 خدنا 5 نقط وطلعنا مركز ثاني، فاهم؟ دلوقتي ناخد 7 عشان ناخد البطولة. نرجع لمرجوعنا بقى بعد ما خلصنا الامتحان. ويا رب يعني، يا رب تكون دعيت لي عشان انا يا اسطى فاهم، انت فاهم اللي فيها يعني. هي ايه؟ ربنا يستر، مش هنقول اكتر من كده. نكمل ايه دنيتنا بس دلوقتي. نرجع بقى للمجموعه الاولى اللي فيها المغرب، مالي، جزر القمر، وزامبيا. قبل ما نبدا ونتكلم عن المغرب وكده، عايزين نتكلم ايه بره شويه. المغرب كدولة هتنظم البطولة، فأنا مستبشر خير بصراحة في البطولة دي. لأن المغرب معلش يعني، المغرب أكيد مش زي كوت ديفوار ولا الكاميرون يعني. كفاية القرف اللي شفناه في النسختين اللي فاتوا دول بأمانة يعني. كانت حاجة تجيب الشلل بأمانة، سواء في كوت ديفوار ولا الكاميرون، والمشاكل اللي حصلت في الكاميرون والفضائح اللي حصلت. والكوت ديفوار برضو كان تنظيم مش أحسن حاجة وكده. في أي دولة عربية عموما أو من الدول اللي في شمال أفريقيا هتنظم بطولة، فأنا متأكد إن هي هتبقى بطولة حلوة، وهتبقى بطولة يعني على أعلى مستوى يعني. ومش هيبقى فيها مشاكل زي اللي حصل في مصر كده في 2019. فأنت متخيل المغرب يعني حلوة، دولة متقدمة وتقدر إن هي تعمل فعلا بطولة حلوة. تاني حاجة، المنتخبات العربية كلها هتلاقيهم بيئة كويسة
وملاعب كويسه، وفر لهم كل حاجه. انت هتلاقي المنتخبات العربيه مرعبه مرعبه بمعنى الكلمه. يعني المنتخبات العربيه اللي كان بيخليها تاخد دروب كده في البطولات اللي فاتت، ان انت في جو حر، فنادق مش احسن حاجه، معامله مش احسن حاجه، عربيات او اتوبيسات ما تجيش تعطل بتاع حوارات كده كانت بتحصل. انما انت بتتكلم دلوقتي المغرب، فهتبقى كل حاجه متنظمه كويس. فالدول العربيه كلها عندها اللي عايزه تثبته، وعايزه تثبت فعلا حاجه، وهتقدر ان هي تعمل حاجه. المنتخبات العربيه انا مستبشر خير بصراحه. انت بتتكلم المغرب، منتخب المغرب كده كده يعني هو المرشح الاول للبطوله بدون جدال وبدون نقاش وبدون اي يعني اي حاجه. هو اي منتخب قوي كده هو فارق عنه بكده. المنتخب المغربي في حته تانية خالص بصراحه يعني. بس المنتخب المغربي بقى عنده مشاكل في الدولة وكده، بيقول لك في مشاكل وحوارات وكده. الحاجات دي ممكن تأثر على التعداد الجماهيري، ممكن تأثر على اللعيبة نفسها. عندك المنتخب المغربي أصلا فيه عيب إن هو دايما بيبقى عليه السبوت والعين، دايما ما بيأديش ليك أو مش بيديك اللي أنت عايزه. يعني تبص عليه كده آخر كام سنة لما بيبقى هو الفريق اللي نازل المفروض إن هو يدشمل ويكسر كل حاجة، تلاقيه مثلا خرج من ربع النهائي، خرج من دور ال 16، تلاقيه ما عملش الأداء اللي أنت عايزه. عكس مثلا انت تيجي مش حاطط عليه العين ومفكره هيدخل كده بالحب وخلاص، تيجي لا عمل اداء حلو زي في كاس العالم 2018، كاس العالم 2022، دايما بتلاقيه بينزل يعمل حاجه. وهو في بطوله افريقيا مش احسن حاجه، بس هي غايبه عنهم بقالهم كتير. والمدرب واللعيبه الموجوده دي العقليه بتاعتهم المنتاليتي مختلفه خالص، الفكر بتاعهم مختلف، وناس فعلا عايزه تتحدى كل حاجه، وناس بتنزل تلعب وتكسب. وشوفنا في ماتش الاردن والمغرب، الناس كانوا كسبانين وخسروا، ومش عارف الاردن جاب الجون والناس كسبت برضو، الناس ما وقفتش ولا جلت. فانا الحقيقه يعني ارشح المغرب ان هي من اقوى المرشحين للبطوله ده اول حاجه. وكده كده يعني المغرب اول المجموعه. تاني مجموعه هيكون مالي. مالي برضو فريق كويس جدا وحلو جدا من البطوله اللي فاتت، وهو فريق قوي وباين ان هو فريق غلس، ومن 2021 كان فريق رخم وفريق غلس. فمالي المركز الثاني. المركز الثالث بقى جزر القمر هتصعد من احسن التوالي. جزر القمر يا جماعه كورتها متقدمه جدا، فريق بيفكرني كده بكافيردي، الفريق اللي هو عنده عناصر بيبني واحده واحده وبيلعبوا كره متقدمه وكره كويسه. وشفناهم في كاس العرب ناس باين ان هم عليهم يقدروا يعملوا حاجه كويسه، هيصعدوا احسن توالي يعني. زامبيا تشوف لها زباله وخلاص. نيجي بقى المجموعه الثالثه واللي فيها نيجيريا وتونس واوغندا وتنزانيا. بصراحه انا عايز ابدا على منتخب تونس الاول بصراحه. منتخب تونس الحقيقه يعني خلينا نكون صراحه، هو مبقاش بنفس القوه اللي كانت مثلا في 2018 ولا الماتش اللي لعبه في 2022 قدام فرنسا. تونس من ساعه الجيل بتاع المساكني والناس دي كلها، ما تحسش ان هم اكتشفوا مواهب جديده ولا هم طوروا من نفسهم ولا حاجه. لا بالعكس، هم بينزلوا واحده واحده. في البطولتين اللي فاتوا ما عملوش اداء يذكر يعني. كاس العالم اللي فات الحسنه الوحيده كانت هي الماتش قدام فرنسا، وكانت عشان ما نكذبش على بعض فرنسا كانت ضامنه الصعود كده كده، فكانت يعني تلعب بالحب وخلاص. فبصراحه تونس يعني، هو انت هتلعب برضه في دوله شقيقه ليك جنبك، اكيد تونس هتقدم اداء حلو. بس تونس يعني مش هتقدم حاجه حلوه، هي ظروفها مش مختلفه عن مصر كتير، ده يمكن تكون اوحش من مصر كمان. ما عندهاش لعيبه سوبر ستار تشيل الفرقه. فتونس بصراحه يعني انا مش عاجبني، انا عايزهم يطوروا من نفسهم، يبداوا كده يغيروا الاتحاد الكره اللي عندهم برضو زي ما احنا كمان لازم نعمل كده، ويبداوا يجيبوا ناس بقى تشتغل صح وتظبط الدنيا صح وتشوف الفرق صح. على الجانب التاني نيجيريا معاها شويه لعيبه ومحترفين حلوين جدا، وشفناهم يعني منتخب قوي ومنتخب مش سيء، بس مش منتخب ياخد لك البطوله، ولا منتخب يعني يدخل ياخد لك الاخضر واليابس، برغم ان هو وصل النهائي البطوله اللي فاتت وخسر من كوت ديفوار. بس نيجيريا هي الفريق اللي هو يوصل نص النهائي، يوصل ربع النهائي، مش الفريق اللي هو هياخد البطوله. مش لسه مش مؤهلين، رغم ان معاهم لوكمان ومعاهم اوسيمان ومعاهم كذا وكذا وكذا، معاهم كذا لعيب حلو يعني مش وحش. بس انا ارشح في المجموعه دي بصراحه ان المغرب ايه، نيجيريا هتطلع الاول، تونس هتطلع التاني، او ممكن الاتنين كمان يتساووا في النقط. الاتنين يعني بص يعني نيجيريا ممكن تكون احسن بفرق بسيط بس مش فرق كبير قوي. اوغندا هتصعد احسن توالت، اوغندا كورتها كويسه مش وحشه، ناس بتلعب برضه هيصعدوا احسن توالت. تنزانيا مع السلامه، شرفتي. نيجي بقى للمجموعه الرابعه اللي فيها السنغال والبنين والكونغو الديمقراطيه وبوتسوانا. السنغال الاول، كونغو الديمقراطيه تاني، بوتسوانا وبنين نورتونا. بنين التالت ولا بوتسوانا التالت ايا كان نورتونا. والسنغال فريق كده كده مرشح للبطوله، وفريق مش مستبعد خالص، برغم ان انا عارف ان هم مبقوش زي الاول واللعيبه كبرت في السن وكده. بس يا جماعه
في افريقيا هي مش بالسن، هي في افريقيا بالشخصيه وبان انت بتقدر تعمل ايه. فانت تبص على الشخصيه كان زي منتخب مصر زمان، انت عندك صلاح 32 سنه، تريزيجيه 32 سنه، زيزو 31 سنه، محمد هاني 31 سنه. نفس الحكايه عندهم ساديو ماني 33، كوليبالي 33، ميندي 36. انا عارف ان هم لعيبه كبيره، بس الشخصيه بتاعت اللعيبه لا تضغى، شخصيتهم روحهم تتغام، وهم برضو من الناس المرشحه ان هم ياخدوا البطوله جدا بصراحه. فريق محترم وفريق ليهم مدرب ومستقرين دايما. فلا السنغال تقدر تعمل حاجه. فالسنغال اول، كونغو الديمقراطيه التاني. المجموعه الخامسه، المجموعه اللي فيها الجزائر، السودان، غينيا الاستوائيه، وبوركينا فاسو. بوركينا فاسو ما ادراك اللي بتعمله بوركينا فاسو. فالجزائر مش مستبعده خالص برضو البطوله دي، بس الجزائر برضو مش الفريق البطل. الجزائر اخيرا مثلا توصل نص نهائي كده، تنافس مركز ثالث ورابع. انما الجزائر مش بنفس قوة، مع انهم عاملين تيشيرتين يا جدعان، التيشيرت الابيض والاخضر حوار اقسم بالله. التيشيرتين بتاعهم هشوفهم في البطوله عاملين ازاي، دول هياخدوا جايزه احسن تيشيرتين بصراحه. بس الجزائر فريق قوي، فريق عنده شخصيه، فريق عنده روح. بس الجزائر مش هتاخد البطوله، هي تالت رابع مثلا نص نهائي كده، انما ما توصلش للنهائي وتاخد البطوله بصراحه. مش مستبعده خالص يعني، ومش مستبعده ان هي تاخد البطوله برضه يعني. كده كده الجزائر برضه لها شخصيتها يعني. فالجزائر مركز اول بصراحه. المركز التاني بقى معانا هيبقى بوركينا فاسو. المنتخب الفساوي منتخب حلو، منتخب على وضعه، ينزل بيدشم لك كده. كفايه التيشيرتات اللي عاملها دول فسوا فيهم، انت فاهم، طلعوا لنا تيشيرتات زباله، بس هم هيطلعوا المركز التاني. اما بقى بالنسبه للمنتخب السوداني والغينيا الاستوائيه، فيعني بصراحه يعني للاسف السودان هيطلع الرابع، وغينيا الاستوائيه هتصعد احسن توالت. مع ان والله نفسي السودان توصل احسن توالت وكمان تطلع المركز الثاني، بس يعني هيبقى صعب. المنتخب السوداني لسه في مرحله بناء، ولسه الناس بتبني واحده واحده، والناس هتقدر ان شاء الله توصل لمرحله ابعد. بس اهم حاجه ان هم يعملوا اللي عليهم في البطوله بس كده، واحنا بنبقى مبسوطين بيهم في اي حاجه الحقيقه. فغينا الاستواء هتطلع مركز تاني. نيجي بقى يا معلم للمجموعه الاخيره السادسه، المجموعه اللي فيها كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، وموزمبيق. هو نظريا وتاريخيا على الورق انت قدامك منتخبين اقوياء، جزء ساحل العاج اللي هي كوت ديفوار ومنتخب الكاميرون. لكن واقعيا انت عندك منتخب واحد هو قوي اللي هو كوت ديفوار. وكوت ديفوار مش مستبعده خالص ان هي تعمل حاجه في البطوله دي، بس ما تاخدهاش. كوت ديفوار هيبقى صعب على انها تاخد البطوله دي برضو، لان انت المعجزه اللي حصلت في البطوله اللي فاتت دي كانت معجزه ما كانش على بال حد ولا في دماغ حد خالص. والناس نزلوا بعد ما تاهلوا احسن توالت راحوا خدوا البطوله، فهي مستبعد حاليا. بس هم هيبقوا منتخب قوي ومنتخب صعب على اي حد. فانت دلوقتي عندك كوت ديفوار هي منتخب قوي، الكاميرون هي على تاريخيا هي منتخب قوي. انما الكاميرون دلوقتي يعني بتمر بأسوأ وضع تقريبا مر عليها في تاريخها. ايتو من ساعه ما مسك رئيس الاتحاد وهو مبهدل لهم الدنيا خالص بمعنى الكلمه. الراجل بعد ما كان المدرب بتاعهم مستقر والدنيا ماشيه، قام مطلع مشي المدرب وجاب لك واحد صاحبه يمسك المنتخب بالحب كده وخلاص. قام صاحبه ده متفق معاه بقى ما يجيبش ابو بكر ونانا على ايه، علشان ابو بكر فينسنت ابو بكر هيحطم رقم لو جاب جول في افريقيا. فلقى الراجل مش عايز ارقامه تتحطم، فقام جاب صاحبه قال له بالحب كده ايه، ما تجيبوش. ايه اللي انت بتعمله ده؟ قام ايه بعت قرار اقاله للمدير اللي عنده، قال له انا ما جاليش قرار من اتحاد الكوره وبتاع وانا قاعد. فدلوقتي الكاميرا اصلا داخله بمدربين، فانت متخيل الدنيا خربانه ازاي معاهم، متخيل الدنيا متدشمله ازاي. ايتو من ساعه ما مسك رئاسه الاتحاد الكاميروني دي والدنيا من سوء لأسوء حرفيا مع الكاميرون. يعني اللي حصل في 2022 ده كان مصيبه بمعنى الكلمه، وفضيحه الحوارات اللي كانت حصلت هناك دي. وكانت انا بالنسبه لي دي اوحش مره شفت في حياتي فيها بطوله عموما. دي كانت اوحش من كاس الرابطه اللي احنا بنعمله هنا في الدوري المصري. فيعني ايتو فشخ لهم الدنيا بامانه. الجابون بقى بصراحه اوباميانج عامل اداء حلو قوي، والناس بتلعب كوره والناس مركزه بقالها فتره، فالجابون مش مستبعده خالص. والله موزمبيق برضو مش وحشه، بس لو هنتكلم كترتيب كوت ديفوار ساحل العاج اللي هي هتبقى الاول كده كده، ممكن تأهل بست نقط مثلا او بسبع نقط. التاني انا من وجهة نظري هيكون الجابون. الجابون هيكون التاني وهتطلع وتصعد التاني. المركز التالت بقى يا اما الكاميرون هتصعد احسن توالت، يا اما موزمبيق اللي هتصعد احسن توالت بصراحه. لو الواحد يجي يفكر فيها بصراحه، يعني انا بصراحه شايف ان الكاميرون اللي هتطلع وموزمبيق هتصعد احسن توالت بصراحه. بالعك اللي بيحصل ده، لا الكاميرون هتودع في المركز الرابع، وموزمبيق هي اللي هتصعد. فاحنا كده لو جينا نبص
على المرشحين البطوله، يعني بالنسبه لنا المرشحين البطوله مصر، المغرب، الجزائر، السنغال، كوت ديفوار. الخمس منتخبات دول مرشحين ان هم ياخدوا البطوله. هنيجي نتكلم عن اول واحد مرشح